السلام عليكم حبايبي الغاليين. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة يا رب. وصفتنا النهاردة من أحلى وألذ الحلويات الشرقية. هنعمل الكنافة بطبقات جميلة جدا بالفواكه، بالنوتيلا، والتوبنج الفراولة والمانجا، والكريم كراميل وصوص الشوكولاتة، وتوبنج الكيوي. بأمانة الأطباق كلها بتتكلم عن نفسها، شكل وطعم مفيش أحلى من كده. أتمنى تجربوها بنفس الطريقة. ولو أول مرة تشاهدوا قناتي أكلات وحلويات أم ندى، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد، ومشاركة الفيديو لكل حبيبنا عشان توصل لعدد كبير من الناس. يلا بقى بينا على الطريقة. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا نص كيلو كنافة دخلتها الفريزر ليلة كاملة عشان تبقى متجمدة معايا وتتفرج معايا بكل سهولة. لو حابة تضربيها في الكبة أو تتعبي السكينة برضو براحتك، بس هي بتتفرج معايا بكل سهولة اهي، وناعمة معايا بالشكل ده. طبعا أنا مش هستعمل النص كيلو كله، أنا هستعمل على قد الأطباق بالظبط، والباقي هشيله في التلاجة بس أعمله في أي وصفات تانية. كده بقى معايا الكنافة جاهزة ما شاء الله اللهم بارك. هجيب بقى حلة ومعلقة واحدة بس سمنة. ما تكتريش السمنه عشان طبعا احنا صايمين طول النهار، ما تبقاش تقيله عليكي وانت بتاكليها. واول ما السمنه تسخن هنزل بقى بالكنافه واسيبها بقى تتحمر كده، ما بشيلش ايدي خالص من التقليب لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه. عايزه تغمقي تفتحي ده براحتك. وهقلب بقى الكنافه كده لحد ما تحمر معايا وتاخد اللون الذهبي الجميل. اهم حاجه تعمريها كويس وتقلبيها، ما بتشيليش ايدك خالص من التقليب عشان ما تتحرقش منك. وبمسك الحله كده وبحركها يمين وشمال كده لحد ما تاخد اللون الذهبي معايا ما شاء الله. والحبه تحطيها تحت الشوايه بالسمنه في البوتاجاز برضو براحتك، المتاح عندك واللي انت حباه. بقلب الكنافه كده لحد ما تحمر معايا بالشكل ده. بدأت الكنافه تحمر معايا وعطتني اللون الذهبي الجميل. شايفين بقى اللون ده هو اللي انا عايزاه، جميل ومستويه ومقرمشه، وطعمها بقى في منتهى الجمال. وبمعلقه واحده بس سمنه اتحمرت معايا بكل سهوله. ايه رايكم بقى في الجمال؟ هفضيها بقى كده في الطبق ده، وهجيب معلقتين سكر بودره انا طحناهم في مطحنه الخلاط. هوزعهم كده على الكنافه واقلبهم بقى كويس جدا عشان الكنافه تتشرب مع السكر. جربوا بقى الطريقه دي والله هتعجبكم جدا، طريقتها سهله بسيطه والطعم بامانه ولا غلطه. كده بقى معايا جاهزه. هجيب بقى 3 بواكي كريم جانتيه وهفضيهم بقى في البوله. عايزاكي بقى تعملي طريقة الكنافة دي كده في عزومات رمضان، فعلا جميلة وهتشرفك قدام ضيوفك، لأن طريقتها سهلة وبسيطة والطعم مفهوش ولا غلطة. بعد بقى ما ضفت ال3 بواكي الكريم جانتيه، وهجيب كوباية مية كبيرة فيها تلج، وهنزل كده على الكريم جانتيه بالشكل ده، وهشغل بقى المضرب لحد ما يتماسك معايا الكريم جانتيه بالطريقة دي. هضيف كمان ربع كوباية برضو متلجة. يبقى كده ضفت كوبايه وربع ميه متلجه على الكريم جانتيه، وهشغل بقى المضرب كده لحد ما يتمسك معايا الكريم جانتيه بالطريقه دي. هضيف بقى الربع كوبايه بالتدريج كده فوق الكريم جانتيه بعد ما تمسك معايا عشان طبعا القوام تقيل قوي. هضيف كده بالشكل ده. كده بقى معايا جاهز الكريم جانتيه. هجيب بقى الكنافه، خدت نص الكميه، وهجيب بقى الاطباق كاسات المتاح عندك، وقطعت فراوله وموز وكيوي وبرتقال. وزعت بقى الكريم جانتيه في كده كيس حلواني، وهشكل بقى الاطباق الجميله دي بالتشكيل ده. هوريها لكم في النهايه شكل وطعم مفيش احلى من كده. في اول طبقه بوزع كده الكريم جانتيه، وبعد كده هجيب بقى طبعا معلقتين كنافه واوزعها كده فوق الكريم جانتيه. عايزاكم بقى تعملوها كده في عزومات رمضان، فعلا جميله وما فيهاش ولا غلطه، شكل وطعم احلى واحلى. هجيب بقى الكنافه كده اوزعها طبقه بقى من الكنافه والكريم جانتيه والفواكه، وهوريها لكم في النهايه شكلها عامل ازاي. بامانه والله طعمها في حته تانية خالص. هوزع بقى الكنافه بالشكل ده، اعتبر اخدت ربع كيلو من الكنافه، واشكلها كده حسب الاطباق اللي عندك وحسب الكاسات. هوزعها بالشكل ده، وهجيب طبقه كريم جانتيه واوزعها فوق الكنافه لحد برضه ما اخلص ال6 اطباق بنفس الطريقه وبنفس الخطوات كده. اوزعها بقى بالشكل ده، والطبق اللي في النص ده طبقي انا المفضل. ال6 اطباق دولت بامانه واخدين مني ربع كيلو كنافه بالظبط. بعد بقى ما وزعت الكريم جانتيه بالطريقه دي، هجيب بقى الفاكهه واقلبها مع بعضيها كده، وهوزعها فوق طبقه الكريم جانتيه. في كل طبق كده هتضيفي بقى 3 معالق اللي انت حباه، بقى 3 معالق معلقتين بالشكل ده. وهوريكم برضو في النهايه شكلها عامل ازاي، شكل وطعم مفيش احلى من كده. هوزع بقى الفاكهه كلها على قد الاطباق بالظبط، من الكيوي والبرتقال والفراوله والموز. ولو عندك تفاح برضو او اي فاكهه انت بتحبيها
وزعيها برضو في الاطباق تديها شكل وطعم احلى واحلى. هوزع بقى كده لحد برضو ما اخلص الكميه كلها بنفس الطريقه كده وبنفس الخطوات. شايفين الاطباق بعد ما وزعت فيها الفاكهه جميله ازاي ما شاء الله. هجيب بقى طبقه الكنافه كده واوزعها فوق الفاكهه. فعلا اتمنى تجربوها بنفس الطريقه بنفس الخطوات، وانا واثقه ومتاكده 100% ان هي تعجبكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو. هوزع بقى كميه الكنافه كده على الفواكه بالطريقه دي كده، بامانه خدوا مني ربع كيلو كنافه بالظبط. كده بقى شكلت الاطباق الجميله دي من كريم جانتيه والكنافه والفاكهه. شايفين بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك. بعد كده هجيب بقى النوتيلا، انا عاملاها برضو في القناه، هوزعها فوق الكنافه. طعمها بقى في حته تانية خالص. ده طبقي المفضل، انا بحب النوتيلا جدا. انا وزعت النوتيلا ده في طبق بتاعي حلو جدا. بامانه اعملوه بالطريقه دي هتنبهروا بطعمه وبجماله. وهسوي بقى النوتيلا كده في طبقه الكنافه بالشكل ده. شايفين بقى الطبق بيتكلم عن نفسه بامانه. وهوزع توبنج الفراوله برضو انا عاملاه في القناه، حلو جدا وسهل وطعمه احلى واحلى. هوزع بقى اغطي طبقه الكنافه بالتوبنج الفراوله. فعلا الاطباق بتتكلم عن نفسها، اعملوه بالطريقه دي هتنبهري بطعمها وبجمالها. بعد بقى ما وزعتها بالشكل ده هسويها كده. شايفين بقى الطبق بيتكلم عن نفسه بامانه. هجيب بقى مربة الحليب برضو انا عاملاها في القناه، هوزعها كده فوق الطبق الكنافه. شايفين بقى مربة الحليب جميله جدا وطعمها في منتهى الروعه والجمال. حقيقي جميل ويستحق التجربه. اعملوها بالطريقه دي هينبهروا بطعمها وبجمالها. كده بقى معايا جاهز ما شاء الله. الاطباق كلها بتتكلم عن نفسها بامانه. هجيب بقى الطبق الرابع ده توبنج المانجا. انا عاملاها برضو في القناه. كل الحاجات دي انا بعملها وبشيلها في التلاجة او في الفريزر، بعمل بيها كل الحلويات. عملوها بالطريقه دي هينبهروا بطعمها. هساوي بقى توبنج المانجا كده على الكنافه. بامانه ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ الطبق دوت طبعا الكيوي. انا جبت مربة الحليب وضفت عليها لون اخضر، طلع لي اللون الجميل ده. هوزعها برضو فوق طبقه الكنافه بالشكل ده، وهسويها بظهر المعلقه. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة؟ الأطباق كلها جميلة وطعمها أحلى وأحلى. وجبت طبعا شوكولاتة سيحتها في الميكروويف وحطيت عليها كريم جانتيه، عطاني الشكل والطعم الجميل ده. هوزعها برضو فوق طبقة الكنافة بالطريقة دي. عايزاكم بقى تعملوا الأطباق الجميلة دي كده في عزومات رمضان، وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، عجبتكم ولا لا؟ ولو عجبتكم الوصفة تعليق بقى حلو كده من تعليقاتكم الجميلة. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ما شاء الله اللهم بارك، شكل وطعم مفيش أحلى من كده. وبكده تكون وصفتنا خلاص خلصت. اتمنى الفيديو ينول اعجابكم ان شاء الله. لو حضراتكم عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو، واتمنى من حضراتكم مشاهدة الفيديو للاخر عشان نستفادوا منه. بشكركم جميعا على المشاهدة، في انتظار تعليقاتكم الجميلة اللي بتسعدني دايما وبتشجعني في تقديم الافضل في القناة. والسلام عليكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.